أسعد الله أوقاتكم إخواني أخواتي، أهلا وسهلا بكم. دمتم أوفياء للقناة، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتتوصلوا بما هو جديد. كالعادة معكم أخوكم العزيز صاحب قناة الحلم الأوروبي هجاء إرشادات، اللي هو كيصادف القناة ما يبقاش ناقص ما يشترك في القناة ويفعل زر الجرس باش يتوصل بأي حاجة رفعنا على القناة هذه فضلا أمرا. خواتاتي بغينا نبارك لكم بهذا الشهر الكريم هذا. عاجل المملكة العربية السعودية تعلن غدا السبت أول أيام شهر رمضان الكريم. وبهذه المناسبة وبهذا الشهر الكريم أبارك للعالم الإسلامي عامة والمتتبعين قناة الحلم الأوروبي هجاء إرشادات خاصة. كل عام وأنتم بخير إن شاء الله بحول الله. اللهم تقبل منكم إن شاء الله ومنا جميعا صيامه وقيامه يا رب العالمين. هذا الخبر هذا كما كنا متوقعين بلي أن غدا غادي يكون أول أيام السبت. أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الجمعة أن المحكمة العليا تقرر غدا السبت أول أيام رمضان. اللهم اغفر لنا وارحم والدينا وارحم جميع أموات المسلمين. واللي هو درك هاد رمضان نطلبوا من الله يكون هاد رمضان عتق من النار ومغفرة، والله يدخل عليكم بالصحة والسلامة وباش ما تمنيتوا أنتم وأهلكم وذويكم وأحبابكم يا رب العالمين. وكانت المحكمة العليا في السعودية دعت إلى تحري هلال شهر رمضان مساء اليوم الجمعة 28 فبراير الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان. اليوم 29 شعبان باش نكونوا واضحين. كما ناشدت المحكمة العليا من يرى الهلال رمضان بالعين المجردة أو بواسطة المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل شهادته إليها، أو الاتصال بأقرب مركز لمساعدته في الوصول إلى أقرب محكمة. عموما مبروك عليكم رمضان. وهذا رمضان هذا غادي نحاول ما امكن نتكلموا على اللايف ونشوفوا في هذا اللايف هذه العشيه غنتكلموا ان شاء الله بحول الله. هذا اللايف ديال اليوم الجمعه غنتكلموا على اللايف فوقاش نديروه. نحاولوا ما امكن يعني نشدوا العصا من الوسط. نحاولوا نشدوا العصا من الوسط، نحاولوا ما امكن على حساب الناس اللي في المغرب. كما شفتوا الناس عندنا متتبعين الحمد لله من جميع انحاء المعموره، من دول اوروبيه ومن دول عربيه مسلمه. نحاولوا ما امكن نقادوا ما نديروا هذا ما نديروا هذا. اخوان والاخوات على حسب التوقيت غنشوفوا المغرب معاش كيأذن عندهم المغرب غدا. وفي اللايف غادي يجيو الاخوان اللي كيتابعونا ان شاء الله بحول الله، وكل واحد غادي يقول لنا يعني المغرب عندهم وصلت التراويح فوقاش والوقت اللي هو مناسب. الاخوان اللي في المانيا، الاخوان اللي في بلجيكا، فرنسا، اسبانيا، العديد من الدول، هولندا في المكان وهنا في ايطاليا. كذلك الإخوة اللي في الأردن العقاش اليوم كان صراحة وصلني واحد تقرير كيكون يعني شبه مداوم ديال المتتبعين من كيكونوا. حتى الإخوان كيتبعونا من الأردن ومن العربية السعودية، من مصر، تونس، الجزائر والمغرب، الأكثرية من المغرب والجزائر. والجزائر راكم عارفين علاش كيتبعونا. وكذلك إيطاليا. الشعب الجزائري ولو حنا كنضلوا كنتخاصموا وكنتعايروا وكنتسابوا، خاصهم يعرفوا السبب منين جاي والخلل فين كاين. وبهذه المناسبة هم كنتمنى لهم كاملين كالشعوب العربية والمسلمة يعني رمضان كريم، واللهم تقبل من الجميع إن شاء الله بحول الله. تمنينا إن شاء الله بحول الله هاد الإخوة الجزائريين يفهموا روسهم، يعني هاد الحكام الجزائريين يفهموا روسهم باللي أن القضية اللي كانوا راهنين عليها، اللي كانوا كيتراهنوا عليها القضيه خسروها من مده. من اليوم ما تبناو يعني هذه الجبهه الوهميه، يعني من ذاك اليوم هما خاسرين هذه القضيه وغاديين غير في الخسران. وهذا الشيء نتمناو تحيد هذا الشيء بحول الله وترجع الاخوه خاوه خاوه كما كيقولوا، ولكن كيبان لي انا من السبع مستحيل باش ترجع خاوه خاوه، لان اللي ما عندوش اصل صعيب باش يرجع خاوه خاوه. هذا الفيديو انا ما بغيتش ندخل فيه شويه ديال الكلام اللي هو يعني ماشي من المبادئ ديالي والاخلاق ديالي. المبادئ ديالي والاخلاق ديالي انتم كتعرفوها يعني من زمان، والناس اللي متبعيني ومواطنين على القناه متتبعين ومخلصين للقناه كيعرفوا باللي ان انا يعني صراحه اللسان ديالي باش يسقط وما كنخرجش كلام يعني قليل الحياء. ولكن في بعض الأحيان كنضطر ندافع على بلادي والمغرب بلادي والشرف المغربية والشرف المغربي، وهذا هو المغربي الحر.
الا جيتيه زوين غادي يكون معاك زوين، الا جيتيه خايب غتعرف بلي ان هو والشيطان تخلقوا في نار واحد. باش نكون معاكم واضح، المغربي جيتيه للدين غتلقاه الدين يغلبك في الدين، جيتي في الملاكمه يغلبك في الملاكمه، في كوره فاش مج... في الطبخ المغاربه د الولا، في الطبخ، في التراث، في الصناعه التقليديه، في كل شيء، يعني في الكرم، في الضيافه، كل شيء المغاربه معجبهم. ولكن الا جيتي التحرميات عرفوا باللي انه هو الشيطان توأم، توأم. ولهذا احنا ما كنتعداوش على شعوب ديال الدول او شعوب ديال المنطقه. ولكن لما كنشوفوا الاستفزازات وقذف وسب وشتم للمغرب، للمغاربه جميعا، من طنجه الى القويره، ملكا وشعبا، لا من العيب والعار نبقاو ساكتين وما نجاوبهمش. اكيد خاصنا نجاوبوهم، سي نورمال خاصنا نجاوبو. ولهذا نتمنى من الله تبارك وتعالى تكون حكومه مدنيه في الجزائر، وحكومه وترجع الحق للماليه، وتقوم بالاعتذارات ديالها على هذا الشيء اللي كديروا. الاعتذار خاصو يجي من طرف الجزائر، لان ليس المغرب، باش المغرب هو اللي باغي يقسم الجزائر ابدا. حركه القبائل ما عندهاش مقر في المغرب. واش المغرب عنده حركه القبائل تما كيسلح وكيوكلها وكيسعى بها في المحافل الدوليه؟ مستحيل. ولكن عكس الجزائر، الجزائر متبنيه شي او باش متبنياهم عندها في المنطقه، وكتسلحهم وكتدعم وكتوكلهم وكتشرم وكتسعى بهم في المحافل الدوليه. في المحافل الدوليه كتسعى بهم، شكونوا واضحين. وشنو السبب؟ السبب باش يوصلوا للمحيط. مستحيل، مستحيل. يعني حاجه وحده اللي بغيت نهضر بها، انا هذا اللايف فيديو هذا دايرو بمناسبه حلول شهر رمضان، وبغيت نبارك الاخوه والاخوات وجميع الامه الاسلاميه والعربيه حلول هذا الشهر الكريم. ولكن مادام هذا الفيديو قررت انا باش ندير فيه واحد 10 دقائق، ما فيها باس لا دخلت شي كلمه هكذا اللي نستافدوا منها ويستافد من الاخوان، والميساج يكون واصل. الميساج يكون واصل. مثلا الجزائريين خاصهم يعرفوا باللي ان الحكومه او النظام الجزائري، انا كنوجه كلامي للشعب الجزائري، النظام الجزائري، النظام يعني المسؤولين الجزائريين عندهم تغنات وعناد مع المغرب، باغيين يقسموا بالسيف. هيهات هيهات، باغيين يوصلوا المحيط الاطلسي. هذا حلم. المحيط الاطلسي تقدروا تشوفوه في التلفاز، او لا تمشيو لموريتانيا تعوموا تم. وحذاري، كاين الدرون تم في ذيك النواحي، كاين الدرون ما فيهاش الرحمه. هذاك يعني غير عباره عن حديد، مصنوعه من الحديد، ما عندهاش اورده ولا الدم ولا القلب ولا الكبده ولا كذا ولا العقل ابدا. هذيك يفعلون ما يؤمرون. هذيك الدرون كدير داكشي اللي كيامروا به القبطان من المنصات الارضيه. الكلمه الاخيره اللي غنوضحها وبغيت نوضحها، خاصكم تعرفوا يا اخوان الجزائريين، مبروك رمضان عليكم. اذا كانت الامبراطوريه العثمانيه مستعمره العرب كلهم ومستعمره جنوب اوروبا كاملين، 30 دوله، 30 دوله كانت، والله وتم والله ورجعوا للتاريخ، 30 دوله كانت مستعمراها تركيا وما قدرتش، رغم هذه البلطجيه ورغم هذه الزناديق اللي كانوا معها من الدول العربيه ومن الدول الاوروبيه، لان كانوا تحت السياده ديالها، وما قدرش توصل للمحيط الاطلسي. كيف بكم انتم غادي تجيو وتوصلوا المحيط الاطلسي بالقوه؟ ولو تملكوا القوه ديال الكون كامل، ديال الارض كامل، المحيط الاطلسي ما عمركم تشوفوه. بغيتوا تجيو ليه مرحبا بكم، ديروا فيزا الكترونيه واجيو للمغرب مرحبا بكم وشوفوا المحيط. اما بالقوه حلم. رمضان مبارك عليكم وعلى جميع المسلمين وعلى المغاربه والمتتبعين ديالي. شوفوا في اللايف غنتفقوا على فوقاش نديروا التصويت، فوقاش غنديروا اللايف. كل عام وانتم بخير ان شاء الله. اللهم تقبل مني ومنكم اجمعين.